سمعنا كتير عن اعلام بيولع الدنيا ما بين نادي وما بين نادي تاني. سمعنا كتير عن اعلام بيولع الدنيا ما بين اتحاد كوره وما بين اتحاد كوره تاني، زي اللي حصل قبل كده في ماتش مصر والجزائر مثلا في 2009 في تصفيات كاس العالم اللي كانت بتتلعب في جنوب افريقيا، واللي حصل قبل كده برضو في سنه 2018 ما بين الاهلي والترجي، والمشكله اللي حصلت خلال الماتش اللي عملها وليد ازارو، وعشان كده ولعت الدنيا ما بين الناديين في الدور النهائي من دوري ابطال افريقيا اللي كان ماتش الذهاب. لكن اول مره في حياتي اشوف نادي طرف موجود في مصر بيولع الدنيا ما بين اتحاد وما بين دولة كاملة وبيسخنها على نادي تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، صلي وسلم على اللي هيشفع فيا وفيك، وما تنساش الدعاء لاخواتنا اللي موجودين في فلسطين وفي السودان، ربنا ينصرهم على العدو اللي عندهم، قادر يا كريم ان شاء الله، عاجل غير آجل. وخلينا نتكلم عن المشكلة بتاعت حسين الشحات ومحمد الشيبي اللي اتطورت تطور رهيب جدا، والموضوع اتوسع قوي، والفقاعة اللي كانت صغيرة قد كده بقت بالونة كبيرة وصعب ان حد يفرقعها، لان في ناس تقيلة دخلت على الخط. وكمان اتحرك الاعلام بتاع بلد اللاعب محمد الشيبي اللي هو الاعلام المغربي، وكمان الاعلام المصري بقى بيتكلم، وبقت المشكله ايضا نار بسبب ان في طرف صغير كده اصغر من صباع ايدي ده دخل واتكلم وشعل الدنيا زياده. طبعا كلنا عارفين المشكله اللي حصلت من 6 شهور فاتوا، ان اللاعب حسين الشحات بعد الماتش بتاع الاهلي وبيراميدز اتوجه للاعب محمد الشيبي وضربه بالقلم على وشه وشتمه وسبله الدين. القصه دي وتوابعها اللي حصلت بعد كده معروفه للناس كلها، لكن الجديد بقى هو اللي هقوله لك دلوقتي. اللاعب محمد الشيبي اتوجه للمعسكر بتاع المنتخب المغربي، ودلوقتي هو اصبح موجود مع منتخب المغرب، مش متواجد مع ناديه الحالي نادي بيراميدز. واللي حصل ان اتحاد الكوره حول اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز للجنه الانضباط للجوءه للمحاكم المدنيه في موضوع يخص الرياضه، وما لجاش للاتحاد المصري لكره القدم علشان يحل له مشكلته وتطبق اللائحه على اللاعب حسين الشحات. لكن خلينا نتكلم ايه اللي حصل جديد. اللي حصل جديد يا سيدي ان بعد استدعاء اللاعب طبعا للمنتخب المغربي، وطبعا تم تحويله للجنه الانضباط، الدنيا قامت ما قعدتش في المغرب، واتدخل فوزي لقجع اللي موجود في المغرب. طبعا كلنا عارفين فوزي لقجع، واللي ما يعرفش فوزي لقجع المفروض ان هو وزير الماليه اللي موجود هناك، بالاضافه كمان ان هو نائب رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، بالاضافه كمان ان هو ماسك منصب حساس جدا في الفيفا. بحب اقول لك طبعا ان بما ان النيابه طلبت شهاده بعض اللاعبين او بعض الناس اللي كانت موجوده، واللي كان من ضمنهم طبعا علي معلول اللي اتطلب شهادته، فطبعا علي معلول مش هيروح النيابه يا جماعه لوحده، علي معلول هياخد معاه حد طبعا من السفاره التونسيه. بالاضافه كمان ان نادي بيراميدز نادي تابع لمالك اماراتي، يعني الامارات كمان دخلت معانا على الخط. شفت الموضوع واسع ازاي؟ دوله قصاد دوله قصاد دوله، 3 دول دخلوا مع بعض بسبب ان لاعب ضرب لاعب تاني بالقلم على وشه وشتمه. الجديد اللي حصل بقى ان في مسؤول موجود جوه مصر هنا في نادي معين، بالنسبه لي بصراحه اصبح نادي يهودي موجود على ارض مصر، اتواصل مع حد تقيل موجود في الاتحاد الافريقي. وطبعا الحد التقيل اللي موجود في الاتحاد الافريقي ده يسكت؟ لا، قال لك اتواصل انا كمان مع فوزي لقجع، والدنيا بقت قايده نار ومش هتهدى، مش هتهدى الا ان اللاعب يحل المشكله مع اللاعب التاني، او ده اللي انا هقوله لك دلوقتي. الكلام اللي وصل عندي من المصادر بتاعتنا ان في اللاعب محمد الشيبي قد يفسخ التعاقد بتاعه مع نادي بيراميدز علشان يستمر ويكمل المسيره بتاعته في القضاء المصري طبعا ضد اللاعب حسين الشحات، واللي الموضوع ممكن يكبر اكتر وتدخل فيه اطراف اكبر واكبر من اللي موجودين دلوقتي. لكن وجهه نظري الشخصيه ان اللاعب محمد الشيبي لو فسخ التعاقد بتاعه مع نادي بيراميدز، فالموضوع كده اتقلب ضده هو وما بقاش في صفه، واللوائح كلها في صف حسين الشحات وفي صف النادي الاهلي، علشان الموضوع كله حصل جوه ملعب كوره. وعايز اقول لك ان يجوز للاعب او للشخص اللي موجود بيلعب رياضه يلجأ للنيابه العامه في حاله واحده بس او في حالتين. الحاله الاولانيه ان يكون في اختلاس او سرقه مال عام، والحاجه الثانيه ان يكون في تعدي وكمان عاهه مستديمه. يعني مثلا لو نقول حسين الشحات ضرب محمد الشيبي كده مثلا في عينه فقعها له، كده اصبح الموضوع بدل ما هو على ملعب رياضه اصبحت جنايه وبقت قصه كبيره، ومفروض ان هي تخش في مجرى قضائي، ومن حق ساعتها اللاعب محمد الشيبي ان هو يتوجه للقضاء. لكن محمد الشيبي اتوجه للقضاء بضربه قلم كده وجوه ملعب رياضي، بالاضافه كمان ان هو كان خلال الماتش او بعد الماتش، فالموضوع ما كانش يستحق خالص ان هو يتوجه للنيابه العامه علشان يعمل قضيه ضد اللاعب حسين الشحات علشان اللي حصل معاه. فبناء على الكلام اللي انا بقوله ده، ما كانش يصح لمحمد الشيبي ان هو يتوجه للنيابه علشان
عشان يعمل بلاغ، والحالات اللي انا قلتها لك قبل كده هي دي فقط اللي يجوز فيها للاعب الرياضي ان هو يتوجه فيها للنيابه العامه. الموضوع هيوصل لحد فين بعد كده الله اعلم، بس انا اللي انا شايفه ان الاهلي واللاعب حسين الشحات مش هيتضروا بشيء، لان حسين الشحات والنادي الاهلي موقفهم الحالي سليم، واللاعب فعلا اخذ العقوبه بتاعته اللي هي نازله من اتحاد الكوره، وان لو اللاعب محمد الشيبي استمر في السكه بتاعته القضائيه فهو بيجني على مستقبله، لان هو ممكن يكون مهدد بالشطب في حاجه زي كده. بس انا عايز اسال سؤال، هو ليه الشخصيه الفلانيه اللي موجوده جوه النادي الفلاني ده بتكره النادي الاهلي بالشكل ده، وليه عايزه تعمل مشاكل للاهلي بالشكل ده؟ بس انا احب اقول لك على حاجه، ان اللي بيفضل ينفخ في النار في الاخر هي اللي بتلسوعه. تعال بقى نتكلم في سكه الاهلي والانتقالات الشتويه الحاليه والصفقات الجديده، واولها وسام ابو علي اللي هو حديث الساعه دلوقتي، واللي يقول لك وسام ابو علي خلص، واللي يقول لك وسام ابو علي خلاص بيعمل الكشف الطبي، ويقول لك مش عارف هو راح المستشفى الفلانيه خلص الكشف الطبي، واللي يقول لك خلاص الامور خلصت واللاعب مضى والفلوس كمان اتحولت. كل ده كلام في شنك، مفيش اي حاجه من دي حصلت. اللاعب فعلا بنسبه 99% قريب من النادي الاهلي، والموضوع شبه خلصان، لكن لسه المفاوضات قائمه، وهقول لك ايه سبب التعطيل بتاعها لحد دلوقتي. دلوقتي المبلغ اللي اتفق عليه النادي الاهلي مبلغ 1,600,000 يورو، هو ده اللي الاهلي هيدفعه. بس المشكله الحاليه هي طريقه الدفع. الاهلي عايز يقسط، والنادي السويدي عايز بعد ما يتم الكشف الطبي يتم تحويل المبلغ بالكامل كاش. لكن المعلومه اللي احنا عرفناها كده ان امير توفيق اتواجد مع اللاعب وسام ابو علي واتفاوض معاه على انه يتنازل عن اللي باقي من راتبه في النادي السويدي علشان يخلص ويسرع كده قصه انتقاله للنادي الاهلي. لكن زي ما انا قلت لك ان الخلاف الحالي اللي موجود على طريقه الدفع. وخلي بالك الاهلي عامل بلان بي. عامل بلان بي يعني ايه؟ يعني في لاعب تاني الاهلي بيتفاوض معاه كده من تحت لتحت اسمه الدباخ او عدي الدباخ، والكلام ده هيحصل لو حصل فعلا مشكله مع وسام ابو علي، وان وسام ابو علي ما يبقاش في استطاعه النادي الاهلي خلاص ان هو يجيبه. فالاهلي عمل البلان بي دي علشان يقدر يخلص لاعب تاني، وبالنسبه له برضو اعتقد عدي الدباخ ده لاعب فلسطيني، علشان يأيده كلاعب مصري يقدر يلعب معاه في الدوري المصري حسب اللائحه طبعا المتبعه من جانب الاتحاد المصري لكره القدم، ان اللاعب الفلسطيني يتم قيده كلاعب مصري. انا بقى هاخدك كده واروح للقصه بتاعت عمر كمال عبد الواحد، بس قبل ما اروح للقصه بتاعت عمر كمال عبد الواحد هاخدك معايا لصلاح بيه محسن. صلاح بيه محسن اتلقى مكالمتين. المكالمه الاولانيه كانت من وليد دعبس وهيثم عرابي اللي هم الجانب بتاع نادي فيوتشر، والمكالمه الثانيه كانت من امير توفيق واحد المسؤولين البارزين اللي موجودين في النادي الاهلي. لكن تعالى اخدك على المكالمه الاولانيه اللي هي بتاعت جانب نادي فيوتشر. نادي فيوتشر لما تواصل مع اللاعب صلاح محسن قالوا له انت دلوقتي اخبارك ايه وناوي على ايه؟ قال لهم دلوقتي انا كويس يا سيدي الحمد لله، بس انا حابب الاهلي وعايز استمر مع النادي الاهلي. فهم الناس ردوا عليه بشكل كده يقنعه شويه، قالوا له انت دلوقتي لو اتواجدت مع النادي الاهلي وكملت معاه الموسم فانت هتخسر مكانك كلاعب موجود حتى في التشكيله الاحتياطيه اللي موجوده مع الفريق في المباريات، ومش هتبقى موجود مع الفريق اساسا وهتتجمد. ده الحاجه الاولانيه. اما الحاجه الثانيه، لو انت انتقلت معانا لنادي فيوتشر فده معناه ان انت هتاخد العقد بتاعك اللي انت بتاخده مع النادي الاهلي حاليا. شوف انت دلوقتي بتاخد كام مع الاهلي؟ 8-9 مليون جنيه. يا سيدي احنا موافقين، تعالى عندنا وهتلعب اساسي واحنا برضو بنلعب في افريقيا. اما لو انت اتمردت على الاهلي بقى وقلت ان انت عايز تمشي فصدقني الاهلي هيسلمك للجمهور. نفس المكالمه اللي طلعت من نادي فيوتشر طلعت هي من الجانب بتاع النادي الاهلي، واللي تواصلوا مع اللاعب برضو، واللاعب قرر في الاخر ان هو ياخد 48 ساعه مهله علشان يفكر. احنا كجمهور مقدرين جدا ان صلاح محسن بيحب الاهلي، ومقدرين جدا ان صلاح محسن عايز يقعد في النادي الاهلي، بس انا حابب اقول لك حاجه، انت دلوقتي اخدت فرصتين وما اثبتش نفسك في الفرصتين. انت مش حمل ضغط جماهيري، انت عايز تلعب في نادي ما يكونش عنده جماهير علشان ما تضغطش عليك وتقدر ان انت تأدي في الملعب اداء كويس. لكن ان انت تلعب في نادي جماهيري انت حرفيا مش بتعرف تأدي. بس انا حابب اقول حاجه برضو يا جماعه، ان صلاح محسن اللي هيروح في صفقه عمر كمال عبد الواحد واللي لحد دلوقتي معرقلها صلاح محسن، عمر كمال عبد الواحد لسه الموضوع ما انتهاش معاه ولسه ما تمش انتقاله للنادي الاهلي رسميا. لكن الكلام اللي انا عايز اقوله لك ان صلاح محسن هو اللي معرقل الصفقه لحد دلوقتي، لان هو المفروض يطلع مع 2 تحت السن يطلعوا اعاره على نادي فيوتشر. الاعاره دي هتكون لمده 1.5 سنة بعقد ثلاثي علشان الاعارات بتاعه النادي الاهلي الموسم ده خلصت. بس انا برضه عايز اقول حاجه، لو تفتكروا كده في 2021 لما منتخب مصر كان بيأدي اداء كويس جدا في بطوله كاس الامم الافريقيه، بعد ما رجعنا من بطوله كاس الامم على طول الاهلي قطع الاعاره بتاعه محمد عبد المنعم من نادي فيوتشر، واصبح حاليا من الركائز الاساسيه اللي موجوده جوه النادي الاهلي. ومين عالم ما يمكن صلاح محسن ولا كباكا ولا الشاب التاني اللي رايح معاه لنادي فيوتشر يطقطقوا
هناك كده وياكلوا الجو ويرجعوا على النادي الاهلي ويبقوا من الركائز الاساسيه زيهم زي محمد عبد المنعم. بس في موضوع عمر كمال عبد الواحد في تاكيدات جامده جدا حسب المصادر بتاعتنا، تاكيدات جامده جدا من فيوتشر ان اللاعب خلصان وخلاص هو هيروح للنادي الاهلي. حتى السكه اتقفلت والباب اتقفل في وش نادي الزمالك، لان الزمالك برده كان عايز يتعاقد مع اللاعب، لكن السكه اتقفلت تماما من جانب نادي فيوتشر، واللاعب بنسبه تتعدى ال 99% ان شاء الله موجود في النادي الاهلي. خد بالك برده الزمالك اتكلم على كذا لاعب سواء موجودين حاليا في النادي الاهلي او سابوا النادي الاهلي وطلعوا على الخليج، طبعا زي محمد شريف واحمد عبد القادر وكمان صلاح محسن. اما بالنسبه طبعا لموضوع محمد الشناوي وعرض ضمك بتاع السعوديه، فاحب اقول لك ان الشناوي لحد دلوقتي ما هوش ماشي وما هوش قاعد. اولا العرض بتاع ضمك مش هيعود على النادي الاهلي بالحاجه الكويسه يعني اللي تخلي لاعب بحجم محمد الشناوي ينتقل للدوري السعودي. اما اللاعب محمد الشناوي والكلام اللي بيتقال والرطرطه اللي بتتقال طبعا ان محمد الشناوي فارض على اداره الاهلي ان هو عايز يمشي، الكلام ده مش صح تماما. محمد الشناوي ملتزم بالعقد بتاعه مع النادي الاهلي، هو حابب ان هو يخرج لكن مش بيعترض على اي حاجه ولا اي قرار بيطلع من محمود الخطيب او من مجلس اداره النادي الاهلي، واللاعب لحد دلوقتي مكمل مع الاهلي ومش هيطلع للسعوديه الا بموافقه ورضا مجلس اداره النادي الاهلي. عموما احنا كده وصلنا لاخر الحلقه بتاعتنا النهارده، ولو انت من الابطال اللي وصلوا معانا لحد نهايه الفيديو ما تنساش تدوس زر السبسكرايب موجود اسفل الفيديو وتفعل زر الجرس عشان تتابعنا في كل جديد جاي، واخبط يا سيدي واحده لايك كده بس عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. اشوفكم على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.